اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم أحلى وأجمل متابعين؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وكل سنة وانتم طيبين. وخلاص يا جماعة، كلها أيام بسيطة أو ساعات بسيطة ويخلص شهر رمضان، ويخلص شهر الخير، ويخلص شهر البركة. فالنهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الغريبة بطريقة سهلة جدا، ومن غير تعقيدات ومن غير مقادير كتير. يعني احنا هنعمل مع بعض 4 كوبايات من الدقيق بس. هنقول مقاديرنا بقى ونسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. معايا هنا معاكم 4 كوبايات من الدقيق، خلاص كده. 4 كوبايات من الدقيق، معاهم نصهم سمنة، يعني كوبايتين سمنة، ربع كوبايتين سمنة، كوباية سكر بودر. بس هي دي كده مقادير الغريبة. يبقى معانا 4 كوبايات دقيق، كوبايتين سمنة أو زبدة، وكوباية سكر بودر، ودول طبعا فول سوداني، والحمص اللي هنزين بيه الغريبة إن شاء الله. ونسمي الله بقى كده ونشوف هنعمل الغريبة بطريقة سهلة جدا ازاي. أول حاجة هنضيفها كوباية من السكر البودر، خلاص. بعد كده معايا كوبايتين من السمنة، يكونوا يعني لسه طالعين مثلا من التلاجة، يعني ما يكونوش متجمدين قوي ولا سايحين قوي، يعني تبقى السمنة كده أو الزبدة ماسكة نفسها شوية. انا عن نفسي لسه مطلعاها حالا من التلاجة، وهنزل بيهم على السكر البودر. وهنا بقى معايا الريحة اللي عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة بلاش. معايا دي ريحة الموز يا جماعة، عايزة تضيفيها ضيفيها، مش عايزة بلاش. وانا يعني من رأيي كعبير في المطبخ او عن تجارب، انا بفضل الغريبة ما يتحطلهاش اي روايح، ولا فانيليا ولا ريحة موز ولا اي حاجة. بس عشان خاطر ايه؟ قلت ايه، اجرب بقى المرة دي احط كده ريحة الموز واشوف الدنيا عاملة ايه. بعد كده هنقلب زي ما انتم شايفين كده بالمضرب. هنضرب بقى السكر مع السمنه مع ريحه الموز اللي احنا ايه اضفناها. هنضربهم بقى بالمضرب زي ما انتم شفتوا كده معايا. ما عندكيش مضرب، اشتغلي بايديكي على طول يعني. كل امهاتنا الجمال بتوع زمان كانوا بيعملوا كل حاجه العيد بايديهم، ولا كان عندهم عجان ولا كان عندهم مضرب. سمي الله كده وشمري واضربي كل حاجه بايديكي كده، بس ايه، هتاخد منك وقت. وكمان ممكن مضرب سلك عادي اليدوي. خلاص، بعد بقى ما ضربنا الزبدة مع السكر، هنحط ال4 كوبايات دقيق بس انا نخلتهم، وبعديها ذرة ملح صغيرة جدا، خلاص، عشان الملح هيعادل الطعم الحلو جدا بتاع الغريبة. وبعد كده، بعد ما خلاص اضفت بقى ال4 كوبايات دي وذره من الملح، هلم بقى ايه المكونات دي او المقادير دي كلها كده، هلمها بايديا، يعني هلم بس مش هعجن ولا اي حاجه. وبعد ما هتعجنيها يا ست الكل، لو حسيتي ان هي سايحه منك شويه، حطيها في التلاجة حوالي نص ساعه. خلاص. لقيتيها مثلا شادة معاكي او ناشفة، ممكن برضو تكوريها ما بين ايديكي، هتلاقيها ساحت وفكت وبقت زي الفل. شايفين بقى؟ اللهم بارك. انا عملت قدامكم تجربة اهي، بس بعد ما حطيتها في التلاجة نص ساعة. خلاص، انا حسيتها سايحة مني شوية، حطيتها في التلاجة. ولو انت مستعجلة حطيها في الفريزر 10 دقايق. شايفة بقى؟ زي ما انت شايفة كده، باخد الكورة، يعني كرة كرة صغننة خالص، يعني على قد ما تقدري صغري، عشان هي اصلا الغريبة بطبيعتها حجمها بيزيد شوية. فحضرتك هتحاولي تصغريها على قد ما تقدري وتسيبي مسافات، علشان كده كده الغريبة بتزيد وبتنفش، لان فيها سكر وفيها سمنة، فشيء طبيعي انها ايه تزيد معاكي. وهبدأ بقى بسم الله، هبدأ بقى اكورها زي ما انتم شايفين كده بقى الحجم بقى اللي انت بتحبيه. انا بصراحة الحجم ده معقول جدا وحلو جدا للغريبة. شايفين؟ اللهم بارك يا جماعة، ولا مشققة ولا سايحة ولا اي حاجة. ده القوام المظبوط بتاع الغريبة اللي هتاكليها. الله على الجمال بقى، وهتدعي لي بإذن الله. وكمان عايزة اقول لكم اهم حاجة في الغريبة، نوع السمنة او نوع الزبدة. كل لما تحط لها او تضيف لها سمنه بلدي او زبده بلدي، هتديكي طعم احلى، لان هي بتلعب كل اللعب كله في السمنه. كل الحلويات بتاعتنا او نواعم العيد، الشغل كله فيها في السمنه. اهم حاجه نوع السمنه اللي انت بتستخدميه. زي ما انتم شايفين كده، خلصت كده الكميه دي، وبحط بقى الحمص. بقى عندك الحمص الابيض، عندك سوداني، عندك فستق، عندك فستق كداب، عندك لوز، الحاجه اللي بتحبيها حطيها على الغريبه. عايزه تسيبيها من غير ما تحطي اي حاجه خالص، هتبقى غريبه وناعمه ودايبه. عايزه اقول لكم والله كده، بعد كده ما خلصت الغريبه كده وسويتها، عايزه اقول لكم دايبه دوب. شايفين يا جماعه؟ انا بعمل لكم برضو اختبار تاني.
اهم حاجه تضغطي عليها كده بايدك او بصباعك، علشان طبعا لو حسيتي ان هي مشققه كوريها ما بين ايديكي هتلاقيها سخنت ولانت معاكي، لكن ما تزوديش اي حاجه من المقادير خالص، لان السكر الزياده لا قدر الله يخليها تفرش، والسمنه الزياده برضو هتضيع طعمها خالص. فامشي ان شاء الله على المقادير وهتطلعي احلى شويه غريبه وهتدعيلي. زي ما انتم شايفين خلصنا الكميه، عملنا صينيه بالفول السوداني، عملنا صينيه بالحمص، احنا بنسميه حمص بتاع الغريبه ده، انا مش عارفه انتوا بتسموه ايه. وخلاص كده، وفي حبه بقى كده كانوا في الصينيه دول اخر حاجه معايا، ما كملوش صينيه يعني، بس كميه ما شاء الله حلوه جدا. زي ما انتم شايفين بصوا هي كده خلاص استوت، انا دخلتها الفرن هي كده معاكم استوت، حتى تلاحظوا ان كميتها اتضاعفت حاجه بسيطه كده، يعني سنه كده بس. زي ما انتم شايفين كده غريبه ولا مش غريبه؟ قولوا بس بالامانه، غريبه غريبه واجمل غريبه. كفايه ان انت اللي عاملاها بايديك يا ستي الكل. وزي ما انتم شايفين بصوا التسويه بقى، اهم حاجه التسويه. خلاص تحطيها على الرف الوسطاني نار هاديه جدا، وهي يا جماعه بتاخد 10 دقايق بس في الفرن، ما تزوديش عليها اللون اكتر من كده عشان ما تنشفش معاكي، لان السكر كل ما تسيبيه في الفرن السكر هيشد معاكي. هي اول بس كده ما تحسي انها خدت 10 دقايق تبداي تحسي ان بدات تغير اللون، طلعيها من الفرن على طول وسيبيها تبرد. كل ما تبرد هتلاقي السكر خلاها يعني تماسكت وجمدت معاكي. زي ما انتم شايفين بصوا بقى، العلب دي كانت عندي، كان اخويا ربنا يبارك له جايب لي فيها شوكولاته كده، ففضيت بقى من الشوكولاته، والعلب دي كانت موجوده اسيبها؟ لا، رحت قلت والله اللي انا مستغلياها واحط فيها الغريبه. عندك بيتي فور، عندك اي حاجه كده من نواعم العيد، السابليه، الحاجات دي كلها، فالعلب دي بتبقى حلوه جدا، بتحفظ الحاجه وما تخليهاش تتكسر معاكي وتعيش معاكي ايه لحد ان شاء الله العيد ان احيانا ربنا. كل سنه وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم بالخير. وخلاص يا جماعة كلها أيام وساعات، ورمضان خلاص بنودع رمضان. واللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ده الدعاء المستحب في العشر الأواخر من رمضان، أوصيكم وأوصي نفسي بيه. وزي ما انتم شايفين بقى الغريبة، عايزة أشوف بقى رأيكم إيه في التعليقات، قولوا لي كده بأمانة الغريبة إيه أخبارها معاكم، عملتوها ولا لسه؟ ولو ما كنتش لسه عملتيها يلا قومي نفذيها، دي مقادير بسيطة وما خدتش وقت خالص مننا كده واحنا قاعدين كده، عملناها ما خدتش اي وقت خالص، وكفايه ان هي صنع ايديكي. شايفين بقى الجمال يا جماعه؟ والعلب بقى ايه، بصوا عامله شغل يا جماعه كاني جايباها جاهزه من بره بالظبط. انا حبيت بصراحه استغل العلب دي، وهقفل عليها بعد ما اخلص معاكم الفيديو، وهشيلها في التلاجة او في مكان مثلا يكون بعيد بقى ايه عن اي حاجه، عن الرطوبه يعني. زي ما انتم شايفين بصوا بقى نعوميتها يا جماعه، قلت كده اوريكم واحده. شايفين بقى يا جماعه ناعمه دايبه دايبه دايبه. بصوا في ناس كتير ما بتحبش الغريبه لان هي عباره عن سكر وسمنه فبتبقى تقيله، بس هي جميله. والسلام عليكم ورحمه الله، كل سنه وانتم